بيبدأ المسلسل واحنا مش عارفين ايه اللي حصل بالظبط في العالم. كل اللي نعرفه هو ان في فيروس ظهر فجأة عدا كل البشر الا على الارض. الفيروس ده بيحول الناس لزومبي، وبالعربي كده فكلنا مصابين بيه حاليا. يعني دلوقتي لو حد اتعض فيتحول لزومبي، لو حد مات فيتحول برضه لزومبي، لان زي ما بقول كله مصاب بالفيروس، لكنه مش بيشتغل الا لما تموت. في العالم ده الزومبي صعبين جدا جدا، في زومبي صراع واقوياء جدا، وفي زومبي بطاء وضعاف جدا، ودول موجودين اكتر من الاقوياء بالمناسبه. والموضوع هنا بيعتمد على حاجه ما نعرفهاش، يعني ده سريع وده بطيء ليه ما نعرفش. بس احب اقول لك حاجه مهمه يا صديقي، وهي ان في احدى اجزاء المسلسل ده اكيد هنعرف سبب ظهور الزومبي. وبس كده نخش في الاحداث بتاعتنا، واللي بتبدا بعد انتشار الزومبي ب3 سنين بالظبط. وبنشوف ان في الوقت ده في موجود سجن قدامنا، موجود فيه 2 حاليا من الجيش، اهمهم الضابط هاموند، وبيهربوا حاليا هو وزميله من مجموعه كبيره من الزومبي. بعد ما حبسوهم جات لهم مكالمه من جندي اسمه سايمون، موجود في مخفر عسكري اسمه نورزن لايت، موجود بالمناسبه يعني في القطب الشمالي. المهم يعني المكالمه دي قال فيها سايمون لهيموند انه يطلع للدور اللي فوقيه حالا ويجيب الدكتوره ميرش ويطلعوا من هنا، لان المكان اتملى زومبي، وفي هليكوبتر جايه لهم دلوقتي هتقف فوق السطح وتاخدهم على معمل في كاليفورنيا. فاخد بعضه هيموند وطلع للدكتوره دي وسط عشرات من الزومبي، لغايه ما دخل عندها الاوضه واكتشف انها حاليا موجوده هنا بتعمل في الاوضه دي هي وكم حد تاني من مساعديها تجارب على 3 مساجين عشان تعمل لقاح للزومبي. فقال لها هيموند لازم نمشي من هنا حالا، بس هي كانت شبه خلصت خلاص اللقاح وكانت عاوزه تجربه الاول، فاستنى معاها وقفل الباب وجربوا اللقاح على اول 2، ولكن للاسف كلهم اتحولوا لزومبي وماتوا. لغايه ما وصلنا للمسجون الاخير عطوا حقنه، بس ما راحوش يشوفوا النتيجه لان الطياره كانت وصلت خلاص فوق السطح، وفي نفس الوقت الزومبي دخلوا المكان. فاخد هيموند الدكتوره وسابوا المسجون ده وطلعوا للطياره. وقتها قالت الدكتوره ميرشي ان المسجون الاخير ما تحولش لغايه ما احنا مشينا، وده معناه ان اللقاح اللي جواه نفع ولازم تروح تساعده حالا. فخلاها هيموند هي تطلع للهليكوبتر وهو نزل تاني للمسجون. في الاول قابل هيموند كميات كتير من الزومبي، حتى زميله اللي كان معاه من الاول اتحول لزومبي، بس في الاخر وصل للمسجون. لكن للاسف وقتها الزومبي كانوا خلاص وصلوا للمسجون ده هما كمان، وفضلوا يعضوا فيه بكل دمويه. المسجون ده صديقي اسمه ميرفي. وعلى الناحيه الثانيه فسايمون من مخفر نورزن لايت جاله القائد بتاعه وقال له يلا قفل كل حاجه ويلا بينا، لان كل المخافر اللي زينا اتدمرت، واحنا دلوقتي هناخد طياره ونهرب من هنا لقاعده عسكريه ثانيه. فبسرعه لم سايمون كل حاجه، بس اتاخر شويه لانه كان بيتكلم مع هيموند، لكن في المجمل خلص وطلع بره. فلقي انهم كلهم مشوا وطلعوا من غيره بالطياره، بس للاسف وقعت بيهم وانفجرت. ويعني ده ليه توقع بسيط، وهو ان اكيد يعني الطيار اللي كان بيسوق الطياره اتحول لزومبي فوقعت الطياره. وبالتالي سايمون حاليا قاعد لوحده في المخفر العسكري ده. وبس يا سيدي، عارف ان ممكن في حاجات كتير تكون ما فهمتهاش وفي حاجات كتير قلناها بسرعه، ولكن كل حاجه هتفهمها بشكل افضل قدام. تعال بقى نهدى كده شويه وننتقل في مكان تاني عند واحده اسمها روبرتا وارن، في مكان كده زي مخيم اسمه مخيم بلو سكاي، هي اللي بتديره بالمناسبه. والمخيم ده صديقي هو مخيم موجودين فيه مجموعه من البشر اللي لسه عايشين وقاعدين فيه مع بعض، تقدر تقول كده يعني مجتمع. ورئيس المجتمع ده واللي بيدير المكان مع وارن هو واحد اسمه جارنت. وارن وجارنت هما الاتنين خدموا مع بعض قبل كده قبل نهاية العالم في الحرس الوطني، وبالتالي هما أقوياء جدا جدا بشكل كافي. حلو الكلام؟ حلو. في يوم بقى وجارنت بيراقب في الليل كلم وارن وقال لها تعالي لي حالا لأن في 2 جايين من البحر علينا في مركب صغير. فرحت له بسرعة ثبتوا الاتنين دول وطلعوا انهم هيموند وميرفي اللي اتعض. المهم هيموند قال لهم انا قابلت واحد في الطريق قال لي ان في مجموعه هنا خدموا في الحرس الوطني، قصده يعني على وارن وجارنت، عاملين هنا مخيم بيساعدوا الناس، فانا جيت هنا لاني محتاجين مساعده انا وصديقي ميرفي في المهمه بتاعتنا. فاخدوهم وارن وجارنت ودخلوهم عندهم المخيم وبداوا يسالوهم مهمه ايه دي. فقال لهم هيموند ان ميرفي اللي قدامكم ده اتعض 8 مرات من الزومبي وما ماتش ولا اتحول حتى، وده لانه قبل ما يتعض اديت له دكتوره ميرش لقاح كانت شغاله عليه قبل كده، وهي راحت على كاليفورنيا حاليا، وانا قدرت احافظ على ميرفي ومهمتي اني اوصله لها هناك في كاليفورنيا عشان تقدر وقتها تاخد من دمه وتعمل لقاح للعالم كله. وقتها وارن وجارنت كانوا مصدومين جدا ومش مصدقين، ما هو يعني ما فيش حد كده اصلا. قام قلع هيموند ميرفي وخلاهم يشوفوه وهو معضود وما زال زي الفل. في اللحظه دي صدقوه وقرروا انهم هيساعدوه، لكنهم قالوا له احنا عندنا ناس كتير هنا محتاجانا، وبالتالي هناخدكم بعربياتنا لاقرب مكان ممكن تكون فيه عربيه، بعدها هتكملوا لوحدكم. وبس يا سيدي اتفقوا الكل على كل حاجه واخدوا بعضيهم وطلعوا. في الوقت ده على الناحيه التانيه بنتعرف على ايدي وخطيبها ماك، وكمان بنتعرف على دكتور
تصدق انا مش عارف اسمه ايه بصراحه يا صديقي، هم بيقولوا عليه دوك فيعني هنقول زيهم. المهم الثلاثه دول كانوا حاليا بيشتروا شويه اسلحه من واحد كده بيبيع اسلحه للناس مقابل يعني ايه اكل ادويه اي حاجه تداله هيديك مكانها سلاح. فاشتروا منه شويه اسلحه، بعدها هجموا عليهم شويه زومبي فخلصوا عليهم عادي جدا بالاسلحه الجديده واخدوا بعضيهم ورجعوا المخيم. لكنهم لما رجعوا المخيم للاسف لقيوه بيولع عن بكره ابيه وكل اللي فيه ماتوا. فبسرعه كلموا جارنت وورن وقالوا لهم اللي حصل في المخيم، بس ما عرفوش يكملوا كلام لان الاتصال اتقطع. وقتها اخدوا الكل بعضيهم وبداوا يجروا لغايه ما لقيوا مجموعه كبيره من الزومبي، بس الحمد لله جارنت وورن كانوا رجعوا بالعربيه مع هيموند وميرفي وخدوا الكل ومشيوا. طب هو ايه اللي حصل اصلا في المخيم يا عزيزي؟ بص، هو احنا ما شفناش ايه اللي حصل قوي يعني، ولكن اللي فهمناه وعرفناه هو ان كان في كميه كبيره من الزومبي جم عن طريق البحر، وكان عددهم كبير جدا، فدخلوا المخيم وخلصوا على كل اللي فيه حتى الاطفال. بس كده ده اللي حصل. المهم جارنت وورن في اللحظه دي كانوا زعلانين جدا على كل اصحابهم اللي كانوا هناك، ولموا نفسهم بدل المره 1000 انهم ما كانوش موجودين، لان وقتها كان ممكن ينقذوا الوضع. بس افتكروا فجأة ان ميرفي حاليا هو وهيموند معاهم، فقرروا ان هم يساعدوا هيموند انه يوصل ميرفي لكاليفورنيا، يمكن وقتها لما ينقذوا العالم يسامحوا نفسهم. عامة بعد فترة مش كبيرة راحوا الكل على احدى المدارس الثانوية، لان هناك المفروض ان في ملجأ تحت الارض المفروض ان في شوية مواد. بس الفكرة هنا هي انهم لما راحوا المدرسة لقيوها كلها متدمرة ومفيش حاجة متبقية هناك خالص. اتفرقوا وبدأوا يدوروا على اي حاجة مفيدة، فلقيوا جارنت وورن وهم ماشيين طفل لسه عايش وموجود في عربية مع امه اللي ماتت. فاخدوا جارنت وورن وقرروا يحموه معاهم، وعرفوا انه اكيد كان هنا مع امه في العربية، بس اكيد هي عملت الحادثة دي وماتت على طول وهو فضل موجود مكانه. ورا المدرسة بقى يا صديقي كانوا ايدي وماك ودوك بيدوروا حاليا هم كمان زي وورن وجارنت، فلقيوا في وشهم قفص ملمومين عليه الزومبي، فقتلوهم كلهم بسرعة، ولقيوا ان جوه القفص ده واحدة اسمها كاساندرا لابسة لبس غريب وقاعدة على جنب جوه القفص ومقفول عليها. فحرروها الكل وودوها لهيموند عشان يعرفوا ايه حكايتها. هيموند كان عاوز يعرف هي عملت ايه بالظبط عشان ممكن يكون حد حبسها بالشكل ده، فقالت له انها حبست نفسها لوحدها لان المكان كان مليان زومبي وما عرفتش تهرب، وهي كانت جايه هنا لانها كانت فاكره زيهم انها هتلاقي موان، بس ما لقيتش. طبعا هيموند ما صدقش الكلام ده، لكنه ما لحقش يسال كتير لان وورن حذرت الكل ان في زومبي جايين على بعد يعني كذا متر. فبسرعه امر هيموند الكل انهم يطلعوا يلموا مؤن من اي حته يقابلوها، وجارنت يفضل مع ميرفي والطفل عشان يحميهم. وفعلا طلعوا الكل وبداوا يدوروا، لكن فجاه في زومبي مسك دوك وكان خلاص هيعضه، بس الحمد لله واحد من بعيد بقناصه خلص عليه واختفى. وجارنت في نفس الوقت وهو بيحمي الطفل وميرفي ليه كام زومبي طلعوا له من المكان، فبدا بكل قوه يضرب فيهم يمين وشمال، وجم كمان وورن وهيموند على صوته فلقيوه خلص عليهم كلهم. فاخد هيموند ميرفي وطلع بره، ولسه جارنت وورن هياخدوا الطفل كمان ويطلعوا هما التانيين، لقيوه للاسف مات وتحول لزومبي، لان باين واحد من الزومبي وصل له وعضه. وورن وجارنت سابوا المكان بسرعه وطلعوا بره وقفلوا الباب. في اللحظه دي خلاص الكل كانوا اكتفوا من المكان ده وعاوزين يمشوا، لكن وورن وجارنت كانوا مصرين ان هم ما يمشوش غير لما يقتلوا الطفل ده عشان حرام يسيبوه كده. فقال لهم هيموند يخلوا بالهم من ميرفي، وهو دخل لوحده عشان يخلص على الطفل ده. الطفل ده يا عزيزي بعد ما اتحول بقى حرفيا زي الشيطان، وفجأة طلع لهيموند مع واحدة تانية من الزومبي وخلصوا عليه خالص وقتلوه. في اللحظة دي دخلوا الكل على هيموند ولقيوه بالشكل ده، فقتلوه هو وكل الزومبي وريحوهم. طبعا بعد موت هيموند ميرفي كان عاوز يمشي وينسى كل المهمة، والكل كانوا فعلا خلاص ناويين يعملوا كده وهم التانيين يمشوا، لكن فجأة لقيوا الكل ان اللاسلكي بتاع هيموند بيطلع صوت، فراحوا جابوه ولقيوا ان اللي بيحاول يتكلم ده هو سايمون. اول ما اتكلم عرف ان هيموند مات، فطلب يتكلم مع اي حد مسؤول، فعطوه لجارنت، وعرف ان جارنت من الحرس الوطني، فعطاه اوامر رسميه انه ياخد ميرفي ويوصله باي شكل من الاشكال لكاليفورنيا ضروري جدا. ولسه هيكمل كلام الاتصال اتقطع لان اللاسلكي للاسف خلص شحن. بس خلاص جارنت قرر يكمل المهمه، فاخد الكل وميرفي ومشوا من هنا. وفي سكتهم بالمناسبه يعني شافوا الواد القناص اللي ساعد دوك من شويه واللي اسمه تنكاب بالمناسبه، فاخدوه معاهم وانضم لمجموعتهم لانه يعني كان ماشي كده ملوش اي مجموعه ولا اي حاجه. على الناحيه الثانيه فسايمون بعد ما انقطع الاتصال عن جارنت فكان قاعد كده على جنب ومش عارف يعمل ايه، ورغم انه حاول يتواصل اكتر من مره مع وورن وجارنت واللي معاهم الا انه ما كانش لاقي رد منهم نهائيا او من اي حد اصلا على الكوكب الارض ده كله، وده كان هيخليه يتخوت حرفيا لانه افتكر ان الكل مات. بس فجاه لقي في كاميرا مراقبه حد ماشي من قدام المخفر ومعاه كلاب، فاخد مسدسه وطلع بره يشوف مين ده، فلقيه واحد كان ماشي بمزلاج والكلاب كانت بتجره، لكنه مات من البرد والكلاب نفس الكلام، ما عدا كلب واحد بس هو اللي لسه عايش بس خلاص هيموت من البرد.
فرح جدا سايمون واخد الكلب ده لجوه ودفاه واكله وشربه وكان فرحان جدا جدا بيه. ما هو حضرتك هو في مخفر عملاق جدا جدا لوحده وسط الاف الكيلومترات من التلج، فلازم يفرح. لكن للاسف الفرحه دي اتقلبت لما الغبي نسي في مره باب المخفر مفتوح، وبالتالي كلب من الكلاب اللي ماتوا بره من التلج اتحول لزومبي ودخل جوه المخفر. سايمون في الوقت ده اخد مسدسه وحاول يقتله، معرفش لدرجه ان طلقاته كلها خلصت، فبسرعه ركب فوق صناديق كانت موجوده في المكان واستخبى هناك. لكنه ليه الكلب الزومبي ده هيعض الكلب بتاعه، راح اتشجع اخيرا ومسك عصايه ونزل بيها عليه، خلص عليه وبقى مره تانيه مع كلبه. وتحسوا يعني كده بسبب الكلب ده الامل دب فيه من تاني وبدا يحاول يتواصل تاني مع فريقنا وهدي شويه. فريقنا يا سيدي كانوا ماشيين بعربيتين وشاحنه ومقسمين نفسهم عليها، وفضلوا ماشيين كده فتره طويله جدا هنا وهناك هنا وهناك. وفتره طويله ما هو انا مش عاوز اصدمك، بس المسافه من المكان اللي هم فيه لكاليفورنيا تقدر بالاف الكيلومترات، فالموضوع صعب. عامة في مرة هم ماشيين لقوا كمية زومبي كبيرة، ففضلوا الكل يدوسوا عليهم بالعربية، ودي مشكلة لأن أولا الشاحنة خلصت بنزين، وكمان لما نزلوا لقوا إحدى عربياتهم الكاوتش بتاعها باظ. بعدها غيروا العجلة وفضلوا يعني سرحانين شوية في الطبيعة وفي المكان. في اللحظة دي عدوا 2 بموتوسيكلات، عاوزك تفتكرهم يا صديقي لأن باين كده إن كاساندرا البنت اللي أخدوها وورن وجارنت معاهم من المدرسة تعرفهم. بس عامة مشيوا الاتنين دول بكل هدوء وكل واحد راح لحاله. دلوقتي طبعا محتاجين بنزين، ففضلوا فريقنا يدوروا على بنزين هنا وهناك. وفي الوقت ده كان قاعد دوك يحكي مع تنكي وسأله يعني انت اسمك ليه كده، مفيش حد اسمه تنكي. فقال له ده مش اسمي، ولكن انا حابه لان ده عدد الزومبي اللي انا بحاول اقتلهم 10000 وده اختصاره تنكي. والصراحة تنكي باين عليه طيب وجدع في نفس الوقت. عامة فجأة كده وبدون مقدمات طلع لهم واحد من الاتنين بتوع الموتوسيكلات اللي شفناهم من شوية واسمه ترافيس. طبعا الكل رفعوا عليه السلاح، لكن ترافيس قال لهم ما تقتلونيش، انا اللي كنت راكب معاه طلع واطي وسرق موتوسيكلي وهرب، وانا ممكن اساعدكم واوريكم مكان فيه بنزين كتير بس على شرط تاخدوني معاكم. فوقفوا الكل طبعا وراحوا على المكان ده بالعربيتين بتوعهم واللي خلاص قربوا يخلصوا بنزين. المكان ده هو عبارة عن مصفات بترول، وبالتالي فيه فعلا بنزين كتير هناك، ولكن برضه في نفس الوقت فيه كمية عملاقة من الزومبي. فوقتها الكل كانوا مصدومين من المنظر ومش عارفين هيعملوا ايه. فقال لهم جارنت ان اكيد المضخه بتاعت البنزين لسه شغاله، وبالتالي هي اللي عامله الصوت ده وجايبه كل الزومبي دول حواليها. فامر جارنت ايدي وخطيبها ماك يروحوا يوقفوا الصوت ده، وبعد كمان كاساندرا وترافيس لمكان تاني عشان يعملوا صوت ويجيبوا الزومبي كلهم ناحيتهم، وبالتالي يقدر جارنت مع وورن يروح يجيبوا شويه بنزين. فعلا طلعوا الكل عشان ينفذوا، وساب جارنت دوك مع ميرفي وقال له يبقى بعيد مع العربيه عشان يحميه. الفكرة هنا هي ان اولا قدرت ايدي مع ماك يوصلوا للمضخة ووقفوها. في اللحظة دي وقفوا كل الزومبي، والناحية التانية ترافيس وكاساندرا كانوا هما التانيين وصلوا مكان تاني بعيد وراحوا عملوا صوت عالي وجابوا الزومبي ناحيتهم. فوقتها بقى وورن وجارنت لقيوا شاحنة نقل بنزين، فقرروا يملوها كلها بنزين وياخدوها. والموضوع فعلا كان ماشي تمام، وكمان نزلوا لهم ايدي وماك لتحت، ما خلاص خلصت مهمتهم. بس اللي حصل هنا هو اننا فجأة لقينا ترافيس بيتخانق مع كاساندرا وبدأ يجري وراها ويقول لها هترجعي انا هترجعي. وهنا بنعرف ان كاساندرا تبع مجموعة معينة، وترافيس واللي كان معاه زمان بالموتوسيكل اصلا ضحكوا على المجموعة كلها عشان ترافيس ينضم ويوصل لكاساندرا ويرجعها تاني. وقتها كاساندرا فضلت تجري وتجري لغاية ما وصلوا عند حتة مفتوحة كده وراحت ضربته ورمته من فوق فنزل ميت والزومبي اكلوه. طبعا لما كاساندرا كانت بتهرب من ترافيس بطلت تعمل صوت اللي كان اصلا بيودي الزومبي عليها. فوقتها بقى الزومبي رجعوا تاني وبداوا يهجموا على جارنت واللي معاه، وصراحة الموضوع برضه كان مازال تحت السيطرة وكان ممكن يخلص بكل بساطة. بس فجأة ميرفي الحيوان كان قاعد مع دوك في العربية والدنيا تمام لغاية ما تلموا الزومبي على عربيتهم وبداوا يخبطوا عليها. الموضوع وقتها كان طبيعي جدا لدوك، بس ميرفي افتكر الزومبي وهم بيعضوه قبل كده، فوقتها اتوتر جامد. وقتها نزل دوك عشان يقتل الزومبي دول، اما اخد ميرفي العربيه وبدا يجري بيها، فلانه مش عارف يشوف بسبب الزومبي المرميين على العربيه قام خبط في عمود والزومبي قربوا عليه تاني، وكمان بدات العربيه تولع. وقتها الكل جريوا من جنب شاحنه البنزين عشان النار، وجارنت بسرعه قدر يطلع ميرفي من العربيه ولسه هيجروا انفجر المكان كله. بس الحمد لله الاهم هنا ان الكل بخير. بسبب بقى الانفجار ده فاخيرا القمر الصناعي لقط فريقنا وورى مكانهم لسايمون، وبالتالي قدر اخيرا يكلمهم من تليفون كده كان موجود في الشارع. سايمون كان فرحان جدا انه كلمهم تاني لانه كان فاقد الامل انه يكلمهم، وقال لهم وقتها عشان ما تضيعوش مني تاني واعرف اراقبكم على طول لازم تمشوا ناحيه الغرب ناحيه المحيط.
وبس كده خلصت المكالمه ورجعوا تاني فريقنا على الطريق. وصح قبل ما يمشوا 10K لقي جيركنين بنزين فاخدوهم ومشوا يعني على الاقل يكفوهم شويه وخلاص. لكن في اللحظه دي مجموعه ترافيس اللي كاساندرا هربانه منهم جم بعد ما الكل مشيوا وشافوا ترافيس ميت، فتتبعوا اثر كاساندرا من هنا وكملوا وراه. وعشان تبقى فاهم برضو يا صديقي ايه الحكايه بالظبط، فتعالى نرجع بالماضي شويه اشرح لك قصه كاساندرا بالظبط. في مجموعة كده مختلة عقليا صاحبها هو واحد اسمه توبايس. المجموعة دي كانوا أوسخ من أي حاجة في الحياة، كانوا بيخلوا كاساندرا هي وكام بنت تانيين معاهم يستدرجوا الرجالة لغاية عندهم، وقبل ما الراجل من دول يعمل حاجة بيروح طابب عليهم توبايس هو ورجالته ويروحوا ضاربينهم خلينه يغمى عليه. هل بس كده؟ لا لا لا، دول بيسرقوا كل حاجته وبعدها بيحطوه في المسلخة بتاعتهم وبيقطعوا كل يوم فيه بالحتة وياكلوه لأنهم آكلي لحوم بشر. وكاساندرا ما كانتش عاوزه تاكل لحوم البشر، هي كانت مغصوبه من توبايس وبالتالي هربت. ومن وقتها وتوبايس هو ورجالته بيدوروا عليها عشان تكمل شغل عندهم. وبس كده يا سيدي. عامه في الوقت ده مجموعتنا كانوا ماشيين عادي جدا على الطريق، وصراحه الموضوع فعلا طول معاهم وهم بيتنقلوا من عربيه للتانيه وطريقهم ما بتخلصش، لدرجه انهم في مره خلصوا الاكل بتاعهم كله وميرفي فضل يزن ويقول عاوز اكل عاوز اكل عاوز اكل، فتفرقوا الكل وبداوا يدوروا على موان. بس ايدي وماك قرروا ان هم يدوروا على لاسلكي كده يكلموا منه سايمون يمكن يدلهم على مكان فيه اكل. فوصلوا فعلا لعربيه شرطه وبدات ايدي تكلم سايمون من اللاسلكي اللي هناك، وماك راح يقتل شويه زومبي كده كانوا موجودين على اول الشارع. الفكره هنا ان سايمون رد عليها ولسه هيقول لها على مكان حلو جدا، جم جماعه توبايس وخطفوا ايدي. بعد شويه رجع ماك وليه ان ايدي خطيبته مش موجوده نهائيا، بس سايمون لسه على الخط، فساله ماك راحت فين ايدي، فقال له انا كل اللي اعرفه ان سمعت صوت ناس بيخطفوها. بسرعه رجع تاني ماك لورن والباقي، وفي اللحظه دي ورى ماك كاساندرا والكل فيديو متسجل من كاميرا مراقبه وايدي بتتخطف. في اللحظه دي ما قدرتش كاساندرا تخبي اكتر من كده وقالت انها تعرف الناس دي. قالت لهم ترافيس اللي قابلناه من فتره والناس اللي خطفت ايدي كمان كلهم تبع جماعه صاحبها اسمه توبايس، وشرحت لهم بقى تاريخهم الاسود كله من اكل لحوم البشر وغيره وغيره وغيره. فطبعا ماك خاف جدا على خطيبته وما كانش عارف يعمل ايه، لكنهم كلهم اخيرا قرروا ان هم ياخدوا كاساندرا حالا ويروحوا على المكان اللي فيه توبايس ده. طبعا كاساندرا قالت لهم على مكانه. طب ايه اخبار ايدي؟ ايدي اول ما مسكها توبايس كان ناوي صراحه يخلي عنده ايدي مكان كاساندرا، واكبر دليل على كده انه لبسها لبس وحش بمجرد ما جابها وقال لها تنضم له. طبعا هي كانت رافضه جدا الكلام ده، بس هو يعني سابها تتجول في المكان شويه يمكن تاخد على الوضع، ودي كانت المشكله لانها لفت في المكان ودخلت المسلخه ولقيت كل البشر المتقطعين للاكل وعايشين ومتخيط لهم بقهم. وقتها توبايس مسكها عشان كانت بتصرخ وقام خدها على جوه وجاب واحد من المسلخه حي وحطه قدامها وبدا يقطع لها منه حته لحمه كده عشان تاكل زيهم. نسيت اقول لك على حاجه مهمه، وان اكل لحوم البشر في الوقت الحالي بيسيبوا الناس عايشين لسببين زباله جدا، الاول عشان يبقوا طازه والتاني عشان ما يتحولوش لزومبي وهم ميتين. عامه في اللحظه دي الحمد لله كان وصل عند بوابه المكان اللي توبايس وجماعته عايشين فيه جارنت، وقال لهم لو ما سلمتوش ايدي فاحنا معانا قناص من بعيد هيخلص عليكم. فوراهم توبايس ان هم كمان معاهم ماشين جان يعني اصعب واصعب، لكنه قال له احنا نمشيها بالهداوه، بدل ايدي اللي معانا دي بكاساندرا. طبعا جارنت كان رافض جدا، بس كاساندرا هي اللي اصرت عشان ما حدش يموت بسببها، فحصل التبديل وكل واحد راح في حاله. وقتها ايدي قالت للكل اننا لازم ننقذها حالا، انتوا ما تعرفوش العالم دي متوحشه ازاي. فجارنت وورن لقوا ان فعلا كلامها صح، لكنهم برضه محتاجين خطه، فعلى طول راحوا كلموا سايمون تاني وخلوه يبث اغنيه صاخبه وعاليه جدا على الراديو، وهم راحوا جايبين ميكروفون وباعلى صوت شغلوا الموسيقى دي ولموا زومبي كتير جدا وراحوا بعربيتهم على المخيم بتاع توبايس ووراهم الزومبي. وفي نفس الوقت عند توبايس دخل دوك على انه زبون وطلب كاساندرا، فهم راحت له وقفلوا عليهم. اتفق معها دوك انهم هيهربوا حالا، بعدها راح صرخ وخلى توبايس يدخل له من تاني وعلى طول راح ضربه بالنار وطلع مع كاساندرا على بره. وقتها كانوا وصلوا الكل بالعربيه واقتحموا المخيم ودخلوا الزومبي، وبس كده ركبوا كاساندرا ودوك مع الكل ومشيوا. اما الباقي وتوبايس فالزومبي خلصوا عليهم. وبس يا سيدي كملوا الكل طريقهم على كاليفورنيا في العالم الموحش والمخيف والغريب ده، واللي لسه مش عارفين لسه في ايه تاني. طبعا بعد كميه التعب دي على الطرقات قرروا انهم يعني اخيرا يرتاحوا، وبالتالي استقروا في بيت كده ما فيهوش حد ولكن مريح شويه، وفضل الكل يحكوا مع بعض. فمن ضمن الكلام اللي كانوا بيقولوه كان ان جارنت بيسال وورن عن جوزها اللي يعني كان شغال زمان قبل نهايه العالم رجل اطفاء، فقالت له انا ما اعرفش اي حاجه عنه لان وقت ما الدنيا باظت انا كنت في مكان بعيد جدا عن البيت، وبالتالي ما رحتش تاني عشان مش عاوزه اواجه فكره انه اتحول.
فقال لها جارنت هو مش المفروض بيتك انت وهو قريب من هنا؟ فقالت له ومش هنروح. ولسه هتسيبه وتمشي لقيت عاصفه هبت فجاه ولمت كميه كبيره من الزومبي من كل ناحيه على البيت. قاموا اخدوا كل بعضهم من البيت ده وهربوا من المكان. بعد شويه سايمون في المخفر بتاعه بص على الشاشه فلقى عاصفه مدمره وكبيره جدا قريبه من فرقتنا. فطبعا ما كانش عارف يتواصل معاهم حاليا، فبسرعه بس على الراديو ان كل حد قريب من المنطقه دي يستخبى في اي ملجأ تحت الارض ضروري جدا. وقتها الكل سمعوا وكان لازم يلاقوا ملجأ. فغصب عنها وورن اخدتهم كلهم لعند بيتها لان هناك جوزها عامل تحت البيت ملجأ. فاخدوا كل بعضهم وراحوا على هناك. اول ما وصلت وورن بيتها لقيت واحده وجوزها موجودين هناك، وجوزها ده مصاب وبيموت. فقالت لهم وورن هو انتوا عرفتوا ازاي تدخلوا البيت اصلا؟ فقالوا لها مواصفات راجل مطافي قال لهم يجوا هنا يستخبوا في الملجأ بتاع البيت بتاعه وهو هيجي وراهم. فعرفت كده وورن ان جوزها ممكن يكون لسه عايش، فدخلت الكل الملجأ وخلت دوك يحاول يعالج جوز الست دي. وهي اخدت جارنت وراحوا المركز المطافي اللي بيشتغل فيه جوزها لان في هناك عده اسعافات هتساعد الراجل المصاب ده. اما في البيت فميرفي يا صديقي بدا كل فتره والتانيه يحس بحاجات غريبه كده. وعلى فكره هو حس بالحاجات الغريبه دي من بدري جدا، يعني مثلا من فتره كبيره وهم ماشيين على الطريق لاحظ ان اسنانه وقعت وباين طلعت له مكانها سنان جديده وحاده جدا. وهنا في البيت حاليا ليه ان شعره بيقع وشكله بقى غريب جدا. قام حلق شعره ونزل للكل في الملجأ. طبعا كانوا مخضوضين من شكله الغريب بس يعني عادي عدوا الموضوع. على الناحيه الثانيه بقى فجارنت وورن كانوا خلاص وصلوا المركز المطافي، وصراحه كلهم كانوا فاكرين انهم هيلاقوا جوز وورن هناك، لكنهم لقيوا في وشهم زومبي يمين وشمال فاستخبوا جوه مبنى المطافي. وهناك برضه لقيوا جواه شويه زومبي حلوين من رجاله المطافي اللي كانوا شغالين هنا، فبداوا يقتلوهم بالواحد لغايه ما خلصوا عليهم. بعدها بداوا يبصوا على وشوشهم عشان يعني تتاكد وورن ان كان فيهم واحد منهم جوزها. فلما لقيت ان مفيش ولا واحد فيهم جوزها فرحت، لكن العاصفه شدت اكتر بره ولازم يمشوا. فاخدوا شنطه الاسعافات ورجعوا على الملجأ. وقتها دخل جارنت تحت ولسه هتدخل وورن معاهم ما رضيتش وقفلت الباب من بره وفضلت قاعده بره لسببين. اولا عشان لو جه جوزها يلاقيها، ثانيا لانهم مش هيرضوا يسيبوها تفضل بره الا لو قفلت عليهم بنفسها. بس يا سيدي فضل دوك يعالج في الراجل المصاب اللي كان معاهم تحت والحمد لله عالجوا فعلا. وورن بره قاعده ومستنيه جوزها لكنه ما جاش، بل العاصفه هي اللي جت وبلعت البيت كله. بس كده بعد شويه طلعوا الكل من الملجأ فلقيوا الدنيا متدمره خالص وكمان وورن مرميه على جنب، بس الحمد لله عايشه وزي الفل. ففرحوا الكل انها تمام، وهي كمان كده من جواها حست باحساس ان خلاص جوزها مات، لانه اصلا لو كان هنا فالعاصفه اكيد قتلته. راحت اخذت بعضها مع الباقي ومشيوا. وعلى فكره بالمناسبه يعني هي طلعت كلامها صح، لان بنشوف من وراهم ان جوزها فعلا ماشي ولكن ميت ومتحول لزومبي. عامة بعد كل ده قال جارنت ان يعني ممكن نرتاح في مكان كده زي مخيم قريب من هنا ممكن نقعد فيه براحتنا، لان قائد المخيم ده هو جو ويليامز قائد بتاعي في الحرس الوطني قبل نهاية العالم، والراجل ده كان بيحبني جدا فاكيد هيقعدنا عنده. فاخدوا بعضيهم وراحوا على هناك وقابلوا جو صراحة فرح جدا لما شاف جارنت لانهم شبه كانوا صحاب. فاخدوا هو ومجموعته ودخلهم كلهم جوه، ولكن طبعا بعد ما اخد كل اسلحتهم وشالها في الامانات اخدهم جو على مدينته وبدأ يلففهم فيها ويوريهم قد ايه المدينه دي حلوه وامنه، من اول الاسوار اللي حاميه المكان كله لغايه الاكل الكتير والميه اللي مش بيخلصوا. بعدها قال لهم تقدروا تباتوا هنا النهارده وبكره انا اسف هقول لكم تمشوا لان ما عنديش مساحه الصراحه، ولكن هديكم مؤن كتير تكفيكم. فشكروا جارنت. بعدها سابوا جو لما ساب جارنت ليه ان في 3 اشخاص من مجموعه واحد كده اسمه جايكوب رجعوا وعاوزين يدخلوا المخيم تاني. عشان تفهم يا صديقي ايه حكايه جايكوب وجماعته دول، فجايكوب ده هو واحد مختل عقليا وعمال يقنع الكل بانه اله والعياذ بالله، وان المفروض الكل يطيعوه ويتحولوا لزومبي، لان الزومبي قال ايه هم الخلاص. وبالتالي جو مرضيش بالكلام ده وطرده هو ومجموعته من المخيم بتاعه. فجايكوب دلوقتي عاوز ينتقم وعشان كده بعت ال3 دول، لكنهم ما عرفوش جو الكلام ده، بل قالوا ان هم يعني ندمانين ان هم سابوه من البدايه. وجو طبعا كان طيب فوافق ودخلهم. وهنا حصلت المشكله لان ال3 اتفرقوا كل واحد في حته معينه كده، قام مطلع صليب مستخبي جواه سكينه وقام دابح نفسه، وبالتالي مات وتحول لزومبي. وبس يا سيدي من هنا الفوضى قامت وعشرات من الناس في ثواني اتحولوا لزومبي، وبسرعه فريقنا بدا يضرب فيهم ويهرب، وكالعاده ميرفي كان اول واحد يهرب. الراجل ده على فكره واخد جدا والله. المهم ان الكل فضلوا يقتلوا الزومبي باي حاجه معاهم، لدرجه ان ايدي قتلت واحد بمضرب البيض. وقتها قابلوا وورن وجارنت جو وقالوا له ايه العمل دلوقتي، نجيب اسلحتنا منين؟ فقال لهم الاسلحه كلها للاسف في الامانات بره وفي عندها عشرات من الزومبي، لكن انتوا دلوقتي لازم تمشوا قبل ما المكان ينهار كله وتقدروا تهربوا من مخرج الطوارئ.
فاخدوا الكل بعضيهم وكملوا جري لغايه ما وصلوا مخرج الطوارئ، بس طلع مقفول والزومبي خلاص هيوصلوا له. فالحمد لله تنكي كان بره، فتح لهم الباب وطلعهم وقفلوا بسرعه الباب تاني على الزومبي. ولسه هيهربوا لقيوا جماعه جايكوب، فبسرعه تنكي وكاساندرا عرفوا يهربوا، لكن الباقي اتقبض عليهم. في اللحظه دي قعد جايكوب كل من تبقى في المخيم لسه عايش ووراهم جو قائد المكان وهو متحول لزومبي. فضل يهين في الكل ويقول لهم يا تتحولوا لزومبي يا تبقوا اتباعي. ولسه هيقتل جارنت قام نادمه ميرفي وهو جوه قفص مليان زومبي. ميرفي طلع من جوه القفص والزومبي ما عملولوش اي حاجه، كانه حرفيا قيدهم. ودي حاجه خلت الكل يستغربوا، حتى جماعه جايكوب كانوا هيامنوا بيه فورا. وعشان يثبت لهم انه اله والعياذ بالله والزومبي مش بيأثروا فيه، قام جاب زومبي وحط صباعه في بقه. وهقف معاك هنا عشان اقول لك ان اللي بيحصل مع ميرفي ده من تغيرات جسديه وقوه غريبه بتظهر له، فهي عباره عن انحرافات حصلت في جيناته بسبب المصل اللي خده قبل كده. وبالتالي توقع منه الفتره الجايه اي حاجه زي انه مثلا ممكن يتحكم في الزومبي. المهم جايكوب وقتها اتعصب وطلع مسدسه ولسه هيقتل ميرفي، قام نط جارنت وخد الطلقه هو، وللاسف جت في قلبه. في اللحظه دي كاساندرا وتنكي كانوا جابوا الاسلحه والعربيه بتاعتهم ولازم يهربوا حالا لان الزومبي اقتحموا المكان. لكن وورن ما كانتش عاوزه تسيب جارنت لانها حبته، بس في الاخر شدوها الكل غصب عنها وخدوها ومشوا مع ميرفي والكل من المكان. وللاسف جارنت مات وتحول لزومبي. وقتها وورن وقفت العربيه من بعيد وقامت واخده القناصه بتاعت تنكي وضربت جارنت برصاصه في دماغه، وضربت كمان جايكوب برصاصه في قلبه، وبالتالي اتحول زومبي وخلص على الباقي. بس يا صديقي ركبت وورن معاهم العربيه وكملوا رحلتهم، والكل حزين على جارنت، وورن في حاله صدمه ومش طبيعيه. وبيخلص الجزء الاول وسايب وراه اسئله كتير هنعرف اجابتها الجزء الجاي واللي هينزل بكره. وعاوزك يا صديقي تصبر شويه على المسلسل ده، لان عارف ممكن تقول اللي هو عباره عن مشاكل بس، لكن قدام هيفتح عباره عن مجتمعات وحاجات جامده جدا زي ذا ووكينج ديد ويمكن شويه احسن. واخيرا حابب انوه على حاجه للناس اللي اتفرجت على مسلسل بلاك سمر. بلاك سمر يا عزيزي هو مسلسل مشتق اصلا من المسلسل ده، ولكن الحاجه اللي تربطهم ببعض هي انهم في نفس العالم ولكن اماكن مختلفه وزمن مختلف. واللي خلاني اعمل الاول بلاك سمر هو ان بلاك سمر هو بدايه عالم الزومبي، لانه بيبدا بعد 3 أسابيع بس من انتشار وباء الزومبي، لكن مسلسلنا ده بعد انتشار الزومبي ب3 سنين كاملين. وده معناه ان شخصيات بلاك سمر في مكان وشخصيات مسلسلنا ده في مكان تاني خالص، ولكن نفس العالم. وبس كده، سلام.